بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. يلا نسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الفل عليكم. دعم الفيديو والشير واللايك، تعليقاتكم الجميلة عشان نكمل فضايح تجارة الأعضاء. خرجت وفاء عامر في برنامج مع أحمد سالم على قناة الشمس، وقعدت بسم الله ما شاء الله على كمية التقوى وكمية الورع، وسبحان الله العلي العظيم. يعني كانت بتكذب كأنها تتنفس، تكذب كأنها تتنفس. قالت أنا هسترد الشقة اللي احنا وهبناها لشيكا. طبعا دي مسلسل خبيث خايب. الشقة كده المفروض الدنيا هتمشي كما هي، ان ام شيكا واخت شيكا واخو شيكا هياخدوا نصيبهم من الشقة، والشقة دي كانت تمن كبير جدا لهبة. هبة البني ادمة اللي سبحان ربي العظيم ربنا اداها كمية خبز تكفي الوطن العربي كله. وهبة شبشب في رجل وفاء عامر، تمام، اللي لحقتها في قناة الشمس عشان ما تخبطش. ونفس الحوار مع أم مكة اللي برضو لحقتها في نفس القناة مع نفس المذيعة عشان ما تخبطش، لأنه بصوا دول تلاميذ قدام الأستاذة، دول تلاميذ والتلميذ ممكن يوقع أستاذ، فلحقتها. وفي الآخر طلع بتقول أم مكة كانت بتيجي تخدم عندي في البيت، تخدم عندك في البيت وانت بتقعدي على السفرة جنبك هي وجوزها وبتلف معاها الدنيا كلها، تمام. لا يا فنانة، انت اتفضحتي وهتتفضحي وهتفضلي تتفضحي لحد الحقيقة ما تبان. كارثة كبيرة تاني في دولة العراق الشقيقة، وعلاقة مقتل الدكتورة بان بتجارة الأعضاء ووفاء عامر برضو نفس الحدوتة، تمام. وكان في أحد إخواتنا العراقيات قالت وفاء عامر مسنودة دوليا، لأن حتى تجارة الأعضاء والكلام ده كله سرقة الأعضاء عصابات دولية بتقوم بيها لمساندة الكيان، زي ما كان الكيان الصهيوني بيقتل الفلسطينيين ويخطفهم، بعد ما بيقتلهم بيخطف الجثث بتاعتهم عشان ياخد منهم الأعضاء، تمام. برضو كنت سمعت الأستاذ أحمد رجب بيقول إن شيكا قبل ما يموت بشهر راح جزيرة جرينادا. جزيرة جرينادا اللي فيها مين؟ اللي منها عمر المحبة الصهيوني، تمام، صاحب الجواز الإسرائيلي. طب إيه اللي ودى شيكا جزيرة جرينادا؟ تمام. علاقة هبة التركي بالناس دي ورجوع هبة التركي لشيكا، والشقة اللي هي مش عارفينها بتاع شيكا ولا بتاع مين. وفاء عامر قالت ان ابراهيم ما بيعرفش يسوق عربيات، ونزلت فيديوهات ان ابراهيم سايق العربية بعد ما عمل العملية بيوم. والقصة الكبيرة اللي قامت بيها الفنانة الموهوبة، تمام، القصص دي كلها اتكشفت قدام الرأي العام. الكذب واضح قدام الرأي العام. هو الرأي العام أو البلد ما سألتش نفسها ليه وفاء عامر بتحاول تنقذ أم مكة في قناة الشمس؟ ليه وفاء عامر اتدخلت على هبة التركي في قناة الشمس؟ لأن دول بالنسبة لها لعيبة صغيرين ماشي هيفضحوها. أحمد نور الدين، دينا مراجيح، أس مصطفى اللي راح مع المستشار وقدم بلاغ، وزارته وفاء عامر، وزارته ليلى الشبح في المستشفى.
الواد اللي قالوا له هتتبرع بكليتك، ونظرا للظروف المادية اللي بتمر بيها البلد كلها، الواد اطمأن انه يبيع كليته، وراح بعد ما باع الكلية واتضحك عليه وطلع فضح الدنيا كلها. طب احنا هنفضل صامتين لحد امتى ونطلع هايدي ترند الشيبسي نقلب الدنيا عليها؟ امتى الدنيا دي هتروق ما نعرفش، لكن بنعمل ترندات نقلب الدنيا بيها، زي شبيه العندليب، الاشكال القذرة اللي بتطلع على الترندات دي، عشان كله ده يغطي على قضية تجارة الأعضاء في مصر. القضية اللي فتحتها مروة مبارك، وبعد ما فتحت القضية مروة لقت استجابة من الدنيا كلها، العالم العربي كله استجاب معاها، فلا ده نلحق نحبس مروة ونحاول نصفي القضية زي قصة محمد عادل. ماشي، الحقيقة لازم تموت، النكش ورا الحقيقة ما ينفعش، لأن الحقيقة وراها أبطال فاسدين، أبطال خارقين. تمام، إن شاء الله البرنامج ده هنتبناه ومش هنبطل نتكلم فيه لحد ما الحقيقة تيجي ويتلف الحبل على رقبتهم كلهم بلا استثناء. تمام، هل الدولة شغالة؟ الله أعلم، ربما يكون الدولة شغالة على الملف ده، بس الدنيا اتفضحت، وإن شاء الله هنحاول نجيب الربط اللي تم ما بين قضية الدكتورة بان ووفاء عامر. هنشوف الدنيا دي هتمشي ازاي واحنا مع بعض، وربنا يبارك لكل محترم صاحب قناة شريف بيبحث في القضية دي. مساعدتكم ان كنتوا تشيروا الفيديوهات بتاع اصحاب القنوات دي، اي باحث عن الحق اقفوا جنبه، وان شاء الله مكملين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.